في 5 يناير 1911 في قصر النيل بالقاهرة اتولدت فكرة ما كانش حد يتخيل إنها هتبقى ركن أساسي في حياة ملايين المصريين والعرب. نادي مش مجرد كيان رياضي، ده مدرسة للفن، للهندسة، للروح اللي ما بتستسلمش. النهاردة هنحكي حكاية مختلط العاصمة اللي بقى زمالك القمة. جهز قهوتك ويلا بينا نلف في تاريخ ملوك ميت عقبة. البداية كانت على ايد المحامي البلجيكي جورج مارزباخ. النادي وقتها كان اسمه نادي قصر النيل، عشان كان مكانه مكان كازينو النيل دلوقتي. مارزباخ كان عاوز نادي يجمع الأجانب والمصريين، وعشان كده في 1913 اتنقل لمقر تاني عند تقاطع شارع 26 يوليو، وتغير اسمه لنادي المختلط. في الفترة دي النادي بدأ يثبت رجليه وبدأ الصراع الرياضي يظهر. الزمالك كان أول فريق مصري بيفوز بكأس السلطان حسين سنة 1921، ودي كانت أول بطولة رسمية تدخل خزينة النادي. وبعدها فاز بأول نسخة لكأس مصر سنة 1922. سنة 1941 كانت نقطة تحول. الملك فاروق حضر نهائي كاس مصر بين الزمالك والأهلي، والزمالك كسب 6-0، النتيجة التاريخية. الملك من إعجابه بالمستوى طلب إن النادي يتسمى باسمه، وبقى اسمه نادي فاروق الأول. في المرحلة دي الزمالك كان هو البريمو، جيل حسين لبيب الكبير وأنور سلامة وحفظي. النادي اتنقل لمقره الحالي في ميت عقبة سنة 1951، وبعد ثورة يوليو 1952 اتغير الاسم للاسم اللي بنعشقه كلنا، نادي الزمالك. ليه بنقول عليه مدرسة الفن والهندسة؟ عشان في الستينات ظهر جيل حمادة إمام الثعلب الكبير ونصحي ويكن حسين. الزمالك كان بيقدم كورة ممتعة للعين قبل ما يفكر في النتيجة. في السبعينات ظهر جيل العمالقة، حسن شحاتة المعلم اللي كان بيخلي الكورة تتكلم، فاروق جعفر ملك النص، علي خليل، طه بصري. الجيل ده خلى الزمالك بعبع أفريقيا. أول مرة الزمالك يرفع كاس بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري كانت سنة 1000، ومن هنا بدأت سيطرة الزمالك على القارة الأفريقية السمراء. لو سألت أي زملكاوي عن أحلى أيام حياته هيقولك التسعينات وبداية الألفية. إحنا بنتكلم عن فريق الأحلام: حازم إمام الثعلب الصغير، حسام وإبراهيم حسن، عبد الواحد السيد، أحمد الكاس. الزمالك في سنة 2003 كان المصنف الأول عالميا حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. كسبنا كل حاجة: دوري، كاس، سوبر مصري، سوبر أفريقي، وبطولة أفريقيا بهدف كابتن تامر عبد الحميد الشهير اللي كان في الرجاء. الزمالك كان هو سيد أفريقيا في القرن العشرين بالبطولات مش بالكلام. زي أي كيان كبير النادي مر بفترة صعبة وتراجع في البطولات، لكن الجمهور فضل هو السند ورجع الزمالك بقوة. في 2014 2015
ببطولة الدوري التاريخية مع فيريرا، وبعدها بدأت مرحلة جديدة من السيطرة القارية بالكونفدرالية 2019 بضربات الجزاء ضد نهضة بركان، والسوبر الأفريقي والدوري لموسمين ورا بعض 2021 و2022 بروح الشباب والناشئين وعبقرية الأسطورة شيكابالا اللي بقى رمز حي لصمود النادي. تاريخ الزمالك مش بس بطولات، هو تاريخ مواقف، هو حكاية الرداء الأبيض بالخطين الحمر اللي بيرمزوا للنقاء والدم، حب الوطن. الزمالك هو النادي اللي خرج منه أدباء وفنانين وعلماء بيفتخروا بانتمائهم ليه من 1911 لحد النهاردة. الزمالك بيمر بظروف، بيقع ويقوم، بيتغير رؤساء ومدربين، لكن بيفضل الجمهور هو الرقم واحد. النادي اللي علم الناس إن الكورة فن قبل ما تكون صراع. لو انت زملكاوي قولي ايه اكتر لحظة في تاريخ النادي مش ممكن تنساها، ولو مش زملكاوي قول لنا مين اكتر لاعب كنت بتحب تتفرج عليه من مدرسة الفن والهندسة. واوعوا تنسوا الاشتراك في القناة علشان لسه عندي تواريخ أندية كتير.